يا عم يا ابو عامر جاي لعندك. بس بدي اعرف ليش تركت الشغل من عنا؟ هيك احسن خاطر، هيك احسن. لك ليش احسن؟ لانه الشغل دائر عند منكم. لا سيدي مانو دائم. بعدين شو بدك اذا كان دائر ولا ماشي؟ كل اخر جمعه نطبط اجرتك على دوزباره. لا عمي، انا ما بحب اخذ مصاري بدون ما اشتغل. لك هلا انت شو بدك بهذا الحكي؟ ارجع على الشغل وما عليك. خاطر الله يرضى عليك، شو بدك بالزلمه؟ الرجال عم يقول لك ما عده يشتغل عندكم، ايش بدك تشغله بالزور؟ اتركوه يروح يشتغل عند ابوه، الله يحن عليك. والله عم بحكي من شانه عمي ابو حاتم، معتز صار معلم بالكار وحرام يترك المصلحه هلا. هلا انت شو بدك منه؟ ابوه رح يعلمه مصلحته كمان، الله يرضى عليك اعتقه. عن حق ابو العز؟ ايه عن حق انا بدي اتعلم كار ابي. لك بس يا ابو العز انت خلاص خاطر خلاص، الزلمه قال لك ياها بالقلم نشرح، ما عده يشتغل عندكم. ايه مثل ما بدك. ايه ها ابو لا واحد غيره الله يحن عليك. أخي أبو بشير، نحن لازم نتكفل بأولاده، مصروفه، خرجيته، كل شيء بيلزمهم بالبيت لازم يطلع من صندوق الحارة ونحن نتكفل فيه. الأولاد لازم يروحوا على الكتاب أخي، لازم يتعلموا كار قبل ما تغدر فيهم الدنيا صغار لساته. عم تحكي جواهر يا أبو عصام. اي سيدي، ومشان الطلعة أكرام الميت دفنه أخي. ماشي، أنا سابق على بيته لشوف شو بدي يساوي. يلا ولا الله. يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شايفين لك أبي؟ شايفين الدنيا وأحوالها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. امبارح بالليل أبوك شاف ولاد البوابيري عم يلموا أكل من زبالة الحارة مشان ياكلوا. يا بي ما بدك تذوق اكلات امي؟ عم تتذاكى علي ولا ابو نازي؟ سيرة امكم لما تجيبوها، فهمت؟ امكم مياتها انقطعوا من عندي، فهموا بقى. بس يا بي جميلة ودلال مشتاقين لكم يا. ايه والله يا بي، حملوني السلام وقالوا لي ما لهم طايقين يعيشوا بالبيت وانت غايب عنه. قوم روح عبي لبيتي انت هلا روح. امرك يا بي. شفت شلون اخي؟ يا عيني عليك، هلا بلش يرق قلبي، بس الله يكملها معنا لك حسام، الله يكملها معنا. يا رب. استنى ليبرد.